السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم هذه الحلوى كي نقول لكم من اروع ما يكون. بيحشو قوة في البناء، الصورة تتحدث. درت لكم بهذا التام تاع العيد، وراح نعطيكم تدبيرة باش تخدموا بهذوك الطوابع اللي تاع الصح يهبلوا. اول حاجة نبداو بها هي العجينة. عندي 250 غرام مارغرين تكون بدرجة حرارة الغرفة، كاس سكر ناعم، 2 حبات بيض، 4 ملاعق نتاع زيت، ورشه تاع الملح. نخلطوهم حتى يصبح القوام كريمي. بالنسبه للزيت تقدروا تستغناو عليهم اذا خفتوا انكم يتكسروا لكم، مع انه انا ما تكسرت لي ولا حبه. نحب نضيفه لانه يعطينا هشاشه، والحلوى تاعنا مهما طول تبقى هشيشه. لموا الخليط تاعنا بالفرينه، ما نضيفوا لها لا نشا ولا خميره كيميائيه. نشكلوهم في ليمون. استعملوا اي مول عندكم، دائما نوصيكم البنات استعملوا ليمون اللي عندكم، مش شرط انكم تروحوا تشروا واش استعملت انا خدمت بهذا زوج انواع. دائما نحب ندير لكم زوج انواع هكذاك، اذا كان ما عندكمش نوع تلقاو النوع الاخر. طريقه التشكيل راهي واضحه. نديرهم يطيبوا على 160 درجه حتى ياخذوا اللون الذهبي. روحوا لتحضير الحشو اللي تاع الصح بنين ياسر ياسر. انا عندي 100 غرام شوكولا بيضاء مع 100 غرام حليب محلى مركز. نخلطهم مع بعضهم ودرتهم فوق النار حتى نذابوا. ومن بعد راح نضيفوا لهم ملعقه كبيره من بخاليني البندق من عند فالما. هذه لا مارك تاع الصح، ابدعوا في صنع لي بخاليني. كيما راكم تشوفوا الصوره تتحدث عن نفسها. شوفوا لي اللون تاعها وريحتها هايله، وحتى بنتها روعه. راهي 50% بندق. هنايا ضفت ملعقه كبيره. صدقوني البنات كي تذوقوا هذا الحشو كانكم تاكلوا في البندق. بنته هايله. شوفوا لي القوام تاعو كيفاش يكون روعه. هنا كي يبرد راه يزيد شويه يحكم روحه، يجي يتعلق. وكما تقدروا تستبدلوا الحليب المحلى المركز بالكريم فريش. ومن بعد نديروه في كيس حلواني. هنا راني نوريكم في التعليقات تاعو، شوفوا كيفاش يتعلق. هذا لازم تجربوه تاع الصح بنين ياسر ياسر. نديرو في كيس حلواني هكذاك باش يساعدنا في الخدمه. ومن بعد نبداو نديرو في الحشو تاعنا. هذا المقدار تاع 100 غرام شوكولا مع 100 غرام حليب محلى مركز مع ملعقه بخاليني تاع البندق فالما راح تخدم لك 20 حبه. هنايا نديرو الحبات كما راكم تشوفون. نعمرو الحشو تاعنا بهذه الطريقه حتى نكملو كامل الكميه. انا كنت درت الحشو تاع هذو الحبات فقط باش نصورهم لكم كي قرب العيد ان شاء الله. نعمر نتاوي على حنديرهم في العيد. بواسطة ملعقة نحاولوا أن نوزعوا الخليط تاعنا حتى في الأطراف هكذا، كي لازقوا الحبة الأخرى تلزق معها بهذه الطريقة. نكملوا كامل الكمية بنفس الطريقة. وتقدروا أيضا في هذا الحشو تزيدوا شوية نتاع بندق ولا أي مكسرات حبيتوها. روحوا نحضروا الحشو اللي يجي مقرمش، يجي هايل. درت 3 ملاعق كبار نتاع فايتين، تقدروا تعوضوه بالكاوكاو إيفيلي. وهنا درت كمية من المكسرات اللي متوفرة عندكم، ودرت كمية من هذاك الغاناش اللي كنا حضرناه في الأول، ولموها بشوكولاتة البندق. هنا الحشو نتوما اللي تحكموا فيه، تحبوه يكون طري ياسر كما تحبوه يكون هكذاك مقرمش. أنا حبيتوه هكذاك. إذا حبيتوه يكون طري زيدوا له شوية تاع شوكولاتة البندق. بواسطة ملعقة صغيرة نديروا الحشو بهذه الطريقة، ولازم تسقموه هكذاك باش لصقوا كي لصقوا حبة مع حبة يلصقوا مع بعضهم ويجوا مستويين. نسقمها كما راكم تشوفوا، نلصقوها بهذه الطريقة حتى نكملوا كامل الكمية. هنا عندي شوكولا بيضاء اللي كنت زدت لها شوكولا بالحليب. زيدوا بشوية بشوية حتى توصلوا للقوام المطلوب. ومن بعد لكل 100 غرام شوكولا زيدوا لها حوالي ملعقة كبيرة نتاع الزيت. ونقلاصوا الحبات تاعنا عادي. وهنا حاولوا انكم تقلاصوا ثاني في الجانب التحتاني بهذه الطريقه. حاولوا انكم توزعوها باش من بعد ما يبانوش، لانه الحبه جايه بومبي. ودائما نوصيكم، لا ما نوصيكم البنات، كل ما تقلاصوا حبه تحطوها لازم تحركوها هكذاك تبقى الحبه فيني بلا ما تحتاجي انك تخدميها. نروحوا دوكي لهذو ليمون اللي تاع صاحب له كامل الناس. هنايا عندي عجينه السكر اللي كنت شريتها هكذاك مارو. نزيدوا اذا لقيتوها تتلاصق زيدوا لها شويه نتاع نشا. نطبعوا ان نحلوها بهذه الطريقه. نضغطوا جيدا، لازم تضغطوا مليح مليح وتطبعوا طريقه موضحه. وفي واش هبنا في هذاك الناكري. نورمالمون تخدموا بانسو يكون رقيق ياسر. انا بنت لي باللي نبقى نخدم بانسو بنتر ساعتين وانا نخدم فيهم. جاتني هذه الفكره. هذاك الناكري بدل ما نزيد له الغراء تاعو السائل تاعو عفوا، درتو هكذاك بودر، درتو في صبعي بديت نبنتر.
ثواني وانتم كملتوها، ما تبقاو لا ديروا لا البانسو لا تعيوا في رواحكم، حتى وديروها بالبانسو ماشي راح تجي لي بيرفكت انه نتيجه 100%، لانه الخطوط هذوك الكتيبه جايه رقيقه ياسر ياسر. لذا خيتي هني راسك وخدمي بصبعك وانتي وهي فرات، لانه ماهيش راح تخرج، ماهيش راح تخرج. على الاقل ما تعيش روحك. هنايا بنترتها بيدي بهذه الطريقه، واذا معرفتوش تضغطوا ضربوا بالحلال هكذاك تضغط لكم بكل سهوله باش يخرجوا هذيك الكتيبات. مع اني ما ننصحكمش كامل بهذا المول تاع الصح، يعيو ياسر. المهم بهذه الطريقه مش راح يعيوك. هي كي تشوفيها في الصوره ما تبانلكمش الكتيبه واضحه، بصح كي تشوفيها في الواقع هاي باينه عيد مبارك. انا هنايا خدمت هذو 10 حبات باش نصور لكم فقط، بصح انا شخصيا ما نديرش هذو، ندير نزينها ببندق، نزينوها باي مكسرات عندكم، ورده بعجينه الشوكولا كما حبيتوا. المهم هذا هو شكلهم النهائي، جاو هايلين. العجينه كما متعودين نخدموا بها تجي ذوب ذوبان هشيشه، والحشو واحد منهم يجي مقرمش والثاني يجي معلق. شوفوا لي كيفاش تجي من الداخل هايله. وفي الاخير اكيد لازم نقسم لكم حبه. اذا كنتوا وصلتوا لهنايا وكان عجبتكم الوصفه، ما تنسوش ديروا اعجاب ومتابعه الحساب. سلام عليكم.